السلام عليكم، معكم بريتي الفاسي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وباحوالكم جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غريبه بالكاوكاو او معلكه بالكاوكاو والزنجلان. كتجي غزاله بزاف بزاف، كتجي بنينه وهشيشه كذلك. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي حتى التفليحه ديالها كتجي مفلحه سهله وبسيطه، ممكن تحضروها في اخر لحظه بالنسبه للي مازال ما وجدتي شي حاجه. هذه فكره باش يوجد هاد الغريبه، كتجي زوينه صراحه، كتجي معلكه. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو الصغيور، ممكن تستعملوا الكبير. وعندي هنا 200 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته، حتى كاوكاو حمرته في الفران. عندي هنا 3 ديال البيضات. بالنسبه للكاوكاو كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا طحنته، هذا هو الشكل ديالو اللي خاصو يكون بقى على هذا الشكل هكا، يعني ما يكونش مدعوق بزاف. وكذلك الزنجلان حتى هو طحنته على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنا نص كاس ديال الزيت، ومهم انا كندير نص كاس ديال السكر، وممكن ديروا اكثر الا بغيتوا تجيكم حلوه. غادي نحتاجوا المربى، كيس ديال الفاني، وغادي نحتاجوا الخميره ديال الحلوه. وعندي هنا معلقه معلقه كبيره معمراش ديال المايزينا، ممكن تعوضوها بالدقيق الا بغيتوا. هنا غادي ناخذ البيض هو الاول، غادي نخدموه مزيان. صراحه هاد غريبه كتجي ساهله بزاف بزاف. غادي نضيف في البيض، نضيف له واحد قبيصه ديال الملحه، وغادي نخدموه واحد شويه على ما يتسلق لينا. عاد غادي نضيفوا له المكونات الاخرى. بالنسبه للزيت، اللي ما بغاش يستعمل الزيت ممكن يستعمل الزبده، يستعمل واحد معلقه كبيره ولا 2 معالق ديال الزبده. غير هي الزبده تكون النوع الجيد، يعني النوع الحيواني، ما تكونش مارغرين ولا، باش كتعطي هذيك البنه زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت السكر ودرت الزيت، وغادي نضيف كذلك 2 معالق ديال المربى، كيس ديال الفاني، هذا ديال المغرب فيه 7.5 يمكن. المهم ماشي مشكل، واخا 8 غرام الفاني كيعطي مذاق مزيون، ماشي مشكل. كنخدموها مزيان مزيان. ممكن تخدموها باليدين ديالكم، انا كنفضل نخدمها بالطراب اليدوي او بالماكينه. اليوم استعملت غير الفوي، كتجي سهله. هو من الاحسن انكم تخلطوها مزيان مزيان حتى كنحسوا بديك السكر بدا كيذوب لينا. صافي دابا غادي نضيف كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو انا حمرته في الفران، يعني ما كنحمروش بزاف، يعني غير واحد شويه باش كيجلو ديك الجهد ديالو. صافي انا استعملت البلدي، ممكن تستعملوا العادي نتوما. انا بالنسبه خليته بالقشور ديالو، طحنته بالقشور ديالو. صافي ملي كندير الكاوكاو كندخلو مزيان، كنخليه يتشرب لينا ديك البيض والسكر والمسائل اللي درنا كاملين. من بعد كنضيف الزنجلان. حتى الزنجلان حاولوا انكم ما تدعقوش بزاف، يعني تخليوه شي شويه، يعني يعني ما يكونش بحال اللوز، سمحوا لي، بحال الكاوكاو، ولكن تحسوا به هكا باقي مرمل. صافي كنخلط مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا العقده كتجي غزاله زعما الصراحه، كتجي معلكه غزاله. صافي هنايا دابا غادي نضيف معلقه ديال النشا، وغادي نضيف كيس ديال الخميره ديال الحلوه ديال 7 غرام، ديال 8 غرام يمكن هذه المغرب. المهم كيس ديال الخميره ديال الحلوه، يا 7 غرام يا 8 غرام ماشي مشكل. صافي وغادي نخلطها هكا مزيان حتى يدخل لينا ديك النشا مع العقده ديالنا. اللي ما عندوش نشا ممكن انه يضيف الدقيق، غير هي الدقيق ما تضيفوش كميه كثيره، غير معلقه هكا تكون معوطه، يعني ما تكونش مقببه ولا. صافي كنبقى ندخل ديك الخميره مزيان مع والنشا مع العقده ديالنا،
وغادي غاد صافي غادي نغطيوها وغادي نخليوها ترتاح. يعني شحال ما خليتوها ترتاح شحال ما كتجي مزيان. الا بغيتو تخليوها تبات، من الافضل انكم ما تضيفوش الخميره، خليوها بلا خميره حتى تبغيو طيبوها عاد ديروا الخميره. هانتوما هذا هو الشكل ديالها من بعد ما غادي نخليها ترتاح. منين غادي ترتاح غادي نوريكم الشكل ديالها، يعني كيفاش غادي تشرب. هنا غادي نحتاج السكر كلاصي. انا عندي هنا 200 غرام ديال السكر كلاصي النوع الجيد، وعندي الماء ديال الزهر صافي. ودابا غادي نبداو نكوروا او نشكلوا العقده ديالنا. بالنسبه للفران، انا راني شاعله الفران فوق ولتحت ومخلياه يسخن على درجه الحراره 180. غادي نخليوه يسخن مزيان مزيان باش نطيبوا الغريبه ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما بقاتش كتلصق في اليد. انا خليتها نص ساعه 30 دقيقه ولا شحال ما المهم الا بغيتو تخليوها تبات غير زولوا الخميره، ما تضيفوش غير الخميره حتى لاخر لحظه حتى تبغيو طيبوها عاد ضيفوا الخميره. صافي هنا دابا غادي نشكلها كويرات. بالنسبه للحجم ديال الكره كل سيده والرغبه ديالها. ما غاديش نقولوا بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند فاكيد كيدير ديك 24، المهم على حسب الكليانه واش غتبغيها كبيره ولا صغيره. بالنسبه غير للدار هكا فكل سيده والرغبه ديالها. انا هنايا استعملت فيها 20 غرام، يعني ما درت فيها 24 ولا 22، درت فيها 20. جات شويه صغيره، يعني ما جاتش كبيره ما جاتش صغيره، جات ما بين وبين. صافي هنا كنكورها هكا ما بين يدي. كيف ما كتشوفوا كندير واحد الدهنه خفيفه ديال الزهر ديال الماء زهر وكنكوروا. ما تكثروش ما زهر باش ما يجيكمش السكر، يعني باش ما كيدوبش لكم السكر، ما كيجيش زوين الصراحه. صافي كنبقى هكا كنكورها تنشكلوا واحد الكميه ونوضعوها في اللاطه ونوليو ديك الساعه الا كانت باقا اللاطه خاويه ديك الساعه كنوليو نشكلوها. هنا واحد النصيحه، دائما العقده تكون مغطيه بالبلاستيك، ما تخليوهاش معريه باش ما تنشفش ليكم. صافي هنا غادي كيف ما كتشوفوا معايا كنكورها في السكر كلاصي صافي، وغادي نوضعها في اللاطه. هنا اللي بغيت شنو ما بغيتو كيبقى لكم الاختيار. بغيتو انكم ديروا كيف ما غندير انا، غادي نشكلها بيدي وغادي نضغط عليها. ممكن تحطوها حتى ديروها في اللاطه وتضغطوا عليها، تبقى لكم الاختيار. ديروا واحد الضغيطه شويه هكا مزيان باش تفلح لكم. ممكن ديروا عليها الكركاع، ممكن ديروا شي حبات ديال اللوز، اللي بغيتو، يعني تبقى لكم الاختيار. انا خليتها غير هكا، كتجي ساهله، هذه ساهله وكتجي المذاق ديالها بنينه وكتجي معلكه. هي عندها واحد السر، ما كتبغيش طياب في الفران بزاف حيت ما فيهاش مكونات كثيره، يعني اللي غادي تحتاج اننا نطيبوها. ما تديوش على يدي ترونت ليا في السكر كلاصي. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنبقى كنشكلها وكنضيف ليها السكر مزيان وكندير واحد الضغيطه خفيفه. حاولوا انكم ما تبسطوهاش بزاف باش تلقى فين تفلح ليكم. يعني الا ضغطتوا عليها بزاف، يعني كورتوها وضغطتوا عليها بزاف، فهي كتشتت في الفران. حاولوا تعطيوها غير واحد ضغيطه خفيفه صافي، باش كتجي حتى في الفران كتلقى الراحه ديالها. ملي كتبغي تشقق كتلقى الراحه ديالها، يعني ما كتفرقعش وكتشتت كامله. صافي هنا كنرجع نكور نشكل الكويرات ديالي وكنوضعهم في السكر وغادي نديرهم في اللاطه. كيف ما شرحت لكم في الاول، بالنسبه للفران يكون سخون، دائما الفران يكون سخون. بالنسبه للغريبات اللي كيكون فيهم السكر وكنبغيوهم يتشققوا، وحتى البهله حتى هي كتبغي الفران يكون سخون. وغير نبغيو ندخلو الغريبه ديالنا، كنطفيو البوطه من التحت وكنخليو غير شويه هي اللي مشعوله. وكنحاولوا نقصوا البوطه على درجه الحراره. انا تنطيبها على 150
160 دائما، هذا هو القياس ديالها. كنخليها تقريبا واحد 12 دقيقه حتى ل 15 دقيقه الا كثرتوا عليها. هي راه الصراحه غير 12 دقيقه راها كافيه. المهم كل سيده والفرن ديالها على حسب الفرن واش كيشد الحراره بزاف ولا لا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي غزاله، كتجي فتيه ومعلكه. كنتمنى انكم تجربوها في هذا العيد ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لايك على الفيديو. وبالنسبه للمشاهدين جداد اللي داخلين القناه دابا او شافوا الفيديو دابا، نتمنى انهم يشتركوا في القناه. خليتكم على خير، السلام عليكم.